الجمال ليس له حدود، والجمال نعمة من نعم ربنا علينا، واقصد هنا الجمال الخارجي والجمال الداخلي، لان الله جميل يحب الجمال. لكن في الاونه الاخيره انتشرت عمليات جراحة التجميل، وده النهارده اللي هيكون موضوع فقرتنا مع ضيف حلقتنا الدكتور طارق احمد سعيد، استاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني. اهلا بيك دكتور طارق. دكتور طارق، عايزين نتكلم عن جراحات التجميل او انواع جراحات التجميل. طيب، هو في انواع جراحات التجميل متعدده جدا طبعا، كلها تتوقف على الغرض منها او المكان اللي احنا هنعمل فيه جراحه التجميل. يعني في عمليات جراحات التجميل المختصه بالقوام اللي بنسميها بودي كونتورينج، او عمليات لتظبيط القوام بتاع السيد. دي مجموعه من العمليات تتوقف على المكان اللي احنا بنعمل فيه. يعني مثلا لو جينا ناخد مثال للبطن، ايه العمليات او الاشياء اللي نقدر نعملها للسيده لتظبيط القوام بتاع بطنها؟ طبعا انت عارفه حضرتك السيدات بالذات بعد الحمل والولاده مره او اكتر بيحصل لهم نوع من الترهل في البطن بصفه عامه. الترهل ده تغيير لجسمها كله. احنا بنتكلم دلوقتي على البطن. البطن بيحصل فيها ايه في الحمل والولاده؟ بيحصل فيها الاوسمه طبعا، وبعدين بيحصل بعد الحمل والولاده بتفقد الوزن اللي هي كانت جزء كبير من الوزن اللي كانت زادته، بالاضافه ان بيحصل ترهل في عضلات البطن طبعا، لان بعد الحمل والولاده العضلات تمددت، مفيش رياضه اذا لو ما كانش الولاده قيصري. لا، حتى لو كانت الولاده قيصريه، ما هو طول الحمل العضلات بتتمدد لمده 9 شهور، فبتفقد جزء من القوه بتاعتها، طبعا ما بيبقاش في رياضه بتحصل، فبيحصل نوع من ترهل للعضلات، فنلاقي البطن حصل فيها بروز وبقت شكلها مش كويس. او في اماكن معينه في الجسم ممكن السيده تقدر تفقد وزن، لكن يفضل اماكن معينه ما بتروحش فيها الوزن، تفضل متكون فيها الدهون. فبنعمل لهم ايه؟ في مجموعه كبيره من العمليات، طبعا مشهوره قوي دلوقتي عمليه اسمها عمليه شفط الدهون. شفط الدهون دي عباره عن ايه؟ شفط الدهون دي عمليه بتتم من جرح صغير جدا عرضه حوالي 5 مللي، بيتخش منه انبوبه معينه طبيه بشكل معين كده. الانبوبه دي بتقوم باذابه الدهون اللي جوه دي وبعدين شفطها، وبالتالي الجزء المليان دهون اللي هو ما بيخسش مع بقيه الجسم اللي هو عامل مشكله يتشفط يصغر، وبالتالي خليني برضه اسال حضرتك سؤال. عمليه شفط المكان معين من الجسم او شفط دهون معينه من منطقه معينه، هل بتبقى بناء على حضرتك شايفه، ولا بناء عن طلب السيده اللي جايه تعمل شفط؟ معظم عمليات التجميل هي قرار مشترك ما بين السيده او الرجل وبين الدكتور التجميل. ليه؟ لان عمليه التجميل هي مش عمليه طارئه، وعمليه التجميل مش عمليه لانقاذ الحياه او لحل مشكله، فهي عمليه تجميليه. فهي بتبدا العمليه اولا برغبه من الانسان، بيروح يستشير الاخصائي او الدكتور التجميل، فالدكتور التجميل بيقول رايه اللي هو في النهايه بيعدل في رغبه المريض على حسب ما هو صالح طبيا او ما هو يمكن عمله طبيا، وبالتالي القرار في النهايه هو قرار مشترك من رغبه من الانسان والمعلومات الطبيه بتاعت الدكتور، فبيطلع قرار مشترك. يعني ممكن سيدة تيجي تقول انا عايز اعمل شفط للمكان ده، اقول لها ما ينفعش. احنا بنحدد الشفط على اساس ايه؟ ايوه، انا عايز اعرف الاساس اللي يعني دايما تسمعي كلام كده يقول لك ايه، الحته دي هتعمل شفط ولا هتعمل شد، والناس ما بتبقاش فاهمه هو اشمعنى شفط هنا النهارده، وواحده ثانيه قريبتها تقول لا ده قالوا لي شد. طب فزي ما قلت لحضرتك، لو البطن بقى مثلا فيها حته بارزه لان فيها شويه دهون هنشيلها خلاص بشفط، خلاص يبقى الموضوع خلص. لكن لو كان في العضلات مترهله يبقى الموضوع ما يتحلش بشفط، يبقى هي العينه تيجي تطلب شفط دهون، لكن احنا نقول لها ما ينفعش، مش هو ده اللي هيحل المشكله. المشكله دي محتاجه عمليه شد للعضلات المترهله، والا هتشفط الدهون. يعني معنى كده ان شفط الدهون مش مناسب لكل اماكن، مش كل حته ومش لكل مريض. يعني ممكن نفس المكان عند مريض يبقى شفط الدهون هيحل المشكله نهائيا، وفي مريض في انسان ثاني ما يحلوش، محتاج حاجه ثانيه معاه. طيب يعني دلوقتي انا هشرح لحضرتك. لو قلنا مثلا مختلفه من مكان لمكان، خلينا في المكان كمان، وبنفس المكان من انسان لانسان. طب خلينا اول نقول شفط الدهون من مكان لمكان، نتكلم عن النقطه يعني مثلا في معنى اخر، يعني لو حصل سمنه في البطن ممكن يتعمل لها شفط دهون، لكن مثلا الثدي بعد الحمل والولاده لو كبر ما بينفعلوش شفط، ما بنعملوش شفط، نعمل له عمليه ثانيه اسمها عمليه تصغير للثدي، لان الشفط في الثدي ما ينفعش، لان معظم المكان ما بيبقاش دهون، بيبقى حاجات ثانيه. وفي نفس المكان لو انا افترضنا ان المكان مليان دهون بطريقه معينه، الدهون لما بتبقى ماليه المكان بتبقى ماليه الجلد كمان، نفخه الجلد حواليه، يبقى انا لما اشيل الدهون افضيها الجلد لازم اطمن ان الجلد ده هينقبض ويرجع لمكانه الطبيعي. دي اللي الدكتور اللي بيقدر يعرفها.
فممكن واحده يقول لها ينفع، انما المريضه الثانيه من نظرته لنوع الجلد يعني بيعتمد على نوع الجلد. ده جزء من حاجه من الحاجات اللي بنحدد على اساسها، وبالتالي هي ما تقدرش تعرف اذا كان هينفع الشفط ولا لا، لكن الدكتور يقدر يعرف. وفي هذه الحاله لو الجلد هيترهل مش هينفع لها شفط، هيتعمل لها شفط وشد. طب خليني برضه اسال حضرتك سؤال، يعني هل بعد ما نعمل عمليه شفط دهون لمنطقه معينه هل بترجع تاني ولا ما بترجعش؟ اوكي. احنا لما بنعمل عمليه شفط الدهون بتبقى في الجسم، ما بتبقاش سايبه، بتبقى في خلايا بنسميها الخلايا الدهنيه جوه الخلايا، وبالتالي انا لما بعمل شفط انا بشيل الخلايا الدهنيه اللي في المنطقه دي، فما الدهن ما يلاقيش مكان يترسب فيه، لكن ممكن تدخن في حته جنبها، وبالتالي مش اللي بيعمل عمليه شفط دهون بيبقى خلاص خد اوكازيون ان هو يسيب الدايت ويسيب لا، لانه ممكن يدخن بس في حته ثانيه، مش في نفس المكان اللي اتشفط بس في المكان اللي جنبه ممكن. طب هل الجسم لما بيتعمل فيه عمليه شفط هل بياخد على كده، ولا هو ممكن بقى خلاص لو مارس حياته الطبيعيه او اخد باله ان هو ما يزيدش او كده ما بيلجاش لعمليه الشفط دي تاني؟ هقول لحضرتك الشفط عمليه ليس لها علاقه بالوزن، ليس لها علاقه خالص. يعني هي مش عمليه لفقد الوزن، الشفط عمليه لتظبيط مكان ما بيخسش، زي سيدات كتير يبقى عندهم مكان معين في الرجلين مثلا ما بيخسش حتى لو خست كلها، ده ما بيخسش، ده يتشفط فيساوي، لان هو بيسموها بودي كونتورنج، نحت مساواه للجسم، ما يبقاش في حته بارزه عن حته، وبالتالي هو خلاص اتشال. لكن هل الجسم هياخد على كده بمعنى ان هو مش هيتخن تاني؟ لا ملوش علاقه، ده ملوش دعوه بالوزن خالص. طيب طب احنا اتكلمنا عن شفط الدهون، اكيد في برضه جراحات تجميل تانية، انواع تانية. ايوه، لا احنا كل ده كنا بنتكلم على جزء معين، على جزء معين على اللي جزء هو معين من الاسئله اللي هو الشفط. الشفط لكن في بالعكس، في اماكن ساعات بيبقى بالعكس بقى تماما، في مثلا حته عايزين نملاها نزودها، زي بالذات مشهور جدا بعض التجاعيد اللي بتحصل للسيدات في سن اللي هو مثلا 40 45 كده، دي ممكن بنملاها بقى، مش بنملاها بمواد، والمواد دي ممكن تكون دهون، يعني ممكن ناخد دهون من سيده نشفط من مكان فيه دهن ونحطه في مكان لازم يكون من نوعيه جسمها، هو من نفس البني ادم، نقدر ناخد دهون من حته نحينا في حته ثانيه نملاها، في التجاعيد او في الوجنه لو كان الست وشها نحيف جدا. ساعات بعض السيدات بيبقى عندهم الوجه نحيف قوي، لكن مش عايزه تتخن كلها عشان وشها يتخن، جسمها كله هيتخن، فبتبقى مشكله، هي مش عايزه تتخن لكن وشها رفيع زياده، فبيخش فيه بقى في الحاله دي حاجه بنسميها نقل الدهون او فات ترانسفير اللي احنا بنوصفه ده، ناخد من حته ونحقن في الوجه. وساعات بنستعمل مواد خارجيه مش من الجسم خالص، مواد معينه كده لا تتفاعل مع الجسم خالص، مواد سيف تماما، بتتحقن سواء في التجاعيد او سواء لملء الوجنتين وهكذا. انه افضل انك تاخد من الجسم بتاع المريضه او الجايه تعمل جراحه تجميل، ولا من بره؟ كل حاجه ليها مزايا وليها مشاكل شويه. طبعا الافضل ان احنا ناخد من الجسم لانه بيعيش على طول خلاص طول العمر، ولكن هي عمليتين، هي تعتبر عمليه في المكان اللي هنشفط منه وعمليه في المكان اللي هنحقن منه، ما بيأثرش، بس هي مشكله بالنسبه للمريضه مرتين. لما بناخد حاجه صناعيه هي مفيش مشكله خالص، دي حقنه بنفتحها ونحقنها، لكن فيها مشكله يعني ليميتيشن او حاجه محدداها قوي، انها ليها مده وبتروح بعدها تقريبا، بيبقى حوالي سنه، من سنه لسنه وكام شهر كده، وبعدين تحتاج تعملها تاني، تحقن تاني، بس في المقابل هي مش عمليه، هي حقن فتقدر تكررها كتير. لكن بالنسبه للدهون دي عمليه فعمليه بس في النهايه مفعولها ممتد على طول. طيب ده لو اتكلمنا عن شفط الدهون ومناطق معينه لسه بس ما ناقصناش حاجه واحده بنقولها، بس ان في بعض الاحوال بيبقى الترهل زياده قوي، بيحتاج عمليه اسمها عمليه شد للبطن، والعضلات كمان اللي ترهلت دي تعمل لها اصلاح. ده بالنسبه للبطن. برضو مشكله المشاكل الكتيره اللي بتحصل عند السيدات دلوقتي. طب برضو خليني برضو اسال حضرتك، الست يعني الحامل وخلاص ولدت وعملت عمليه شد للبطن، طب هل ما يعني لو جت حصل لها حمل تاني بعد ما عملت العمليه؟ طبعا لو جه حصل لها حمل تاني هيحصل نفس التغيرات بتاعت الحمل الاولاني هتحصل تاني. مش لازم تضطر تعمل تاني، بس على الاقل هو هيغير المنظر اللي تم خلاص. عشان كده طبعا النصيحه لما تكون واحده هتحمل وتولد تخلص خالص الحمل والولادات اللي هي هتحملها، وبعدين تبتدي تعمل الشد عشان ما تبوظوش. ده اكيد سؤال بتساله حضرتك طبعا اي حد طبعا. يفضل انها تستنى لحد مثلا تاني، لو هتخلف مرتين مثلا بعد المرتين تبتدي تعمل العمليات الشد وهكذا، يعني في تغيرات كتير بتحصل مش بس البطن يعني. ده بالنسبه لشخص
بالنسبه للشفط. للشفط. نتكلم بقى على مرحله تانية او جراحه تجميل تانية. في طبعا الثدي بالنسبه للسيدات دلوقتي في انواع من جراحات الثدي برضو بقى له علاقه بالحمل والولاده وساعات ملوش علاقه. سواء التكبير او التصغير. التكبير او التصغير. التكبير برضو ساعات بعد الحمل والولاده الصدر يصغر خالص لحد ما يبقى صغر، او تكون البنت من صغرها ما الصدر صغير. في الحاله دي بنعمل عمليه اسمها عمليه تكبير للصدر. تكبير للصدر ان احنا بنحط جهاز معين كده بيفضل مدى الحياه من ماده ما برضه لا تتفاعل مع الجسم خالص، مليانه بسائل معين يدي ملمس مقارب لملمس الثدي. بتتحط تحت الثدي، تحت العضله اللي تحت الثدي كمان، بتدي الحجم المطلوب. في ناس تبقى قلقانه من العمليه دي شويه عشان اورام وخلافه والكلام ده طبعا ملوش اي علاقه بالعمليه خالص، لان العمليه ليس لها علاقه بالاورام. العمليه دي بتعمل بقى لها حوالي 40 سنه دلوقتي في العالم، وبالعكس خالص احنا بنحطه ورا الثدي فليس له علاقه بالثدي خالص. يعني لا ممكن يسبب فيه اورام، ولا ممكن حتى لو ست هتجيلها اورام. برضه يعتبر جسم غريب ودخل الجسم. ما هو جسم غريب بس ملوش دعوه بالثدي. مش في الثدي، ورا الثدي، فهو كونه يسبب اورام للثدي ولا لا الموضوع منتهي. هو ده القلق الوحيد منه، مش ان هو جسم غريب. هو جسم غريب بس لا يتفاعل مع الجسم نهائيا. طب بالنسبه لعمليه تكبير او تصغير بيبقى لازم في متابعه مع الدكتور؟ طبعا، بس المتابعه ما بتبقاش طويله. هي وانس ان الموضوع خلص واسبوعين ولا حاجه بعد العمليه وبتبقى خلاص مش محتاجه متابعه ثانيه. وما بيرجعش لطبيعته تاني؟ لا، ولا طبعا لو في حمل هيكبر الثدي تاني ويرجع يصغر تاني. انا شايفه برضو ان حضرتك بتتكلم عن مرحله سنيه معينه، يعني مثلا من بعد الحمل واحنا طالعين في دلوقتي في الفتره طبعا الاخيره بنات صغيرين جدا في السن وبيلجأوا لجراحات التجميل. طبعا. هل عمليات التجميل برضو بتناسب مراحل معينه؟ طبعا في عمليات التجميل تناسب كل المراحل. يعني بالنسبه لكل اللي احنا قلناه على البطن ممكن يتم بحمل الولاده وممكن من غير الحمل والولاده برضو. ممكن بنت تكون لسه ما اتجوزتش وعندها اماكن محتاجه شفط دهون، او اماكن ما بتخسش، او عندها ترهل وده وارد، او خست جامد وبقى في ترهلات بعد الخسسان. وفي هذه الاحوال كلها بنعمل فيها عمليات اللي احنا قلنا عليها دي. هي ليست لها علاقه بمرحله سنيه معينه. طيب. وده بتتم للرجال كمان للرجال. طيب نتكلم عن لو اتكلمنا عن مشاكل بتحصل اثناء عمليه التجميل. اكيد في مشاكل او في يعني اثناء الجراحه بتحصل مشاكل. هو الناس بتخاف شويه. لا في مشاكل بتحصل وكتير مننا سمعنا عنها. هي المشاكل اللي بتحصل هنقسمها لنوعين. في مشاكل بتحصل مع اي جراحه تجميل او غيره، مشاكل في التخدير وفي اي حاجه تانية، فدي ما نقدرش ننسبها لجراحه التجميل بالذات. يعني دي ممكن تحصل مع اي عمليه. لكن مهم جدا اما نيجي نعمل عمليه تجميل ان احنا نختار صح. يعني والاختيار ده على اي اساس؟ على اساس ايه؟ يعني لازم اولا اتاكد ان الدكتور اللي انا رايح له اعمل له عنده العمليه دكتور تجميل. ده مبدئيا مش كده؟ كل اعضاء جراحين التجميل اللي في مصر بتضم جمعيه جراحين التجميل التابعه لنقابه الاطباء، اسمها جمعيه جراحين التجميل المصريه. فانا سهل جدا وليها موقع على الانترنت ممكن اي حد يخش يشوفه، شوف مين الدكتور بتاعه، هل هو جراح تجميل ولا لا. كلهم اعضاء في هذه الجمعيه. ده نمره واحد. نمره اثنين، المركز او المستشفى او المكان اللي انا رايح له لازم اتاكد ان هو مكان مرخص ومجهز لاجراء مثل هذه العمليات. عملت كده يبقى انا خلاص غالبا ان شاء الله مش هيبقى في مشاكل. لكن اذا رحت لحد مش متخصص في جراحه التجميل او رحت لمركز مش مؤهل انه يعمل مثل هذه العمليات، وساعات بيبقى في بعض الاماكن مش مؤهله خالص انها تعمل مثل يبقى في مراكز تجميل ويقول لك برضه في عمليات تجميل. ما هو بس هو المهم انا اسال اشوف مين اللي بيعمل العمليه وانا اساسا نمره واحد اختيار الجراح. الجراح هيوديني مكان اكيد هو مطمئن له، فانا لما اطمن ان انا اخترت جراح تجميل يبقى غالبا المركز او المستشفى اللي هو موديهاني جزء من الاختيار هيبقى صح بقى، لان هو اللي بيختاره. فالمهم الاختيار ادقق شويه، يعني مش مثلا اشوف اعلان او اسمع، لازم ادقق اتعب شويه في اختيار الطبيب والمركز اللي انا هعمل فيه العمليه. مش هيبقى فيه مشاكل، هتبقى المشاكل قليله جدا. طب هل دلوقتي لما في الاف عمليات تجميل بتتعمل كل شهر في مصر وما فيش مشكله. طب لو سيده او راجل برضه جايين يعملوا عندك عمليه تجميل، اكيد طبعا بتعمل لهم شيك اب على جسمهم كله. طبعا طبعا لازم. في معظم الاحوال سواء هناخد تخدير كلي او لا لازم نطمن على وظائف الجسم بصفه عامه. فبنعمل تحاليل لوظائف الكلى ووظائف الكبد وصوره للدم عشان نتاكد ان مفيش انيميا ومفيش مشاكل في الدم قبل ما نبتدي نقدر نعمل اي حاجه. وده شيء حتى في كل الجراحات مش بس في جراحه التجميل، في اي جراحه ثانيه لازم نبتدي بالكلام. طيب لو اتكلمنا عن الحقن للمناطق النحيفه. اوكي. احنا زي ما قلنا الحقن
بيتعمل في اماكن كتير. قلنا بيتعمل للتجاعيد، بس ممكن كمان يتعمل في اماكن نحيفه، يعني مشهور جدا يتعمل في الرجل مثلا، في الساق. في الساق. الستات اللي عندهم الساق رفيع جدا بنعمل لهم حق، بنقول لهم حق. وفي برضو الايدين، بتبقى وفي الايدين برضو، وفي عند ظهر الايد بنعمل لهم يا اما زي ما قلنا بناخد دهون من مكان ما نشفطه، مكان فيه دهون زياده شويه نشفطه وننقله للمكان الثاني، او في بعض الاحوال بنستعمل زي ما قلت لحضرتك مواد خارجيه بس بتقعد فتره محدوده. في بعض الاماكن الاخرى لو كان العيب جسيم جدا، مثلا ساعات تبقى مثلا الدقن راجع لورا قوي، او ممكن نحط كمان حاجه بنسميها ممدد او حاجه زي جهاز يملى المكان ده. ايه انسب طريقه وايه هي مواد الحقن؟ هي برضو تتوقف على نوع العيان والحجم اللي انا محتاج املاه. يعني لو حاجه صغيره اقدر استعمل حاجه ممكن ماده خارجيه، لكن لو مكان كبير يفضل ان انا استعمل حاجه من داخل الجسم مثلا. طب مثلا لو جينا العمليه، معلش قطعتك لحضرتك، لو جينا العمليه الساق فممكن يكون جسمها هو اصلا نحيف بس الساق برضه رفيعه، فهل يعني فدي بنقدر يبقى ليه زياده بطريقه معينه؟ طبعا لازم الزياده تبقى متناسبه مع احنا اي حاجه بنعملها لازم تبقى متناسبه مع البلت او مع الهيكل العام للجسم. يعني ما ينفعش يبقى الجسم كله رفيع واكبر حته معينه قوي، لازم يبقى في تناسق. وده دور الجراح التجميل. يعني حتى ساعات ممكن السيده تبقى بتطلب حاجه معينه والدكتور يقول لها لا، لان دي كده هيبقى مش متناسقه مع الباقي، فلازم تكون بمقاييس موحده للجسم كله، وده دور الدكتور، ده حكم الدكتور بقى. طيب احنا اتكلمنا عن الحقن وبرضه حضرتك اتكلمت عن المواد اللي بتتحقن، بس احنا عايزين في نقاط كده نقول ايه هي مواد الحقن. اوكي. الاسامي بتاعتها يعني. طيب الحقن ليه اسباب، 3 اسباب. ملو زي ما قلنا بنملى، وزي ما شرحت ممكن فات، وممكن ماده اسمها هاليورونيك اسيد بنملاها، الماده دي هي اللي بتعمل التمديد، او بنحقن ساعات حاجات بتضيع التجاعيد بطريقه ثانيه. لو حاجه مشهوره قوي دلوقتي بيسموها بوتوكس. بوتوكس دي ماده اكتشفوا ان بعض التجاعيد اللي موجوده في الوش زي في المكان هنا بالظبط بتاع التكشيره بيبقى نتيجه ان العضلات من كتر استعمالها بقت قويه جدا فعامله الكرمشه دي، فالماده دي بتعمل ارتخاء للعضلات، وبالتالي لما تتحقن في العضلات اللي تحت الكراميش العضلات ترتخي، الكراميش تروح تقعد برضو حوالي سنه. فدي مجال تاني للحقن خالص مختلف عن اللي احنا قلناه قبل كده. ده حقن لعضله مسؤوله عن تجاعيد معينه. والحقن الجديد بقى الثالث حقن الاذابه الدهون. بقى دلوقتي احنا قلنا في شفط وفي شد، لا في حاجه للكميه اللي اقل من الشفط شويه، في مواد بتتحقن بتعمل اذابه للدهون، تدوبها تحت الجلد، والجسم يتولى امتصاصها واخراجها بعد كده، وبالتالي تقدر تحسن المنظر من غير ما تعمل عمليه شفط، حتى مش عمليه شد ولا شفط كمان. زي ما حصل كده ابتدوا يعملوا ده بيسموه، اللي انا قلته ده بيسموه ميزوثيرابي. الاسم ابتدى يتشهر دلوقتي، الناس تبقى تعرفه ميزوثيرابي، اللي هو حقن لاذابه الدهون. ابتدوا يستعملوه كمان في الوجه، يحقنوا بعض المواد هي معظمها فيتامينات طبيعيه تعمل نضاره للوجه. وابتدوا يعملوا الشعر عشان الشعر اللي بيقع سواء للرجال او للسيدات، قبل ما نبتدي نقول زرع شعر او خلافه ابتدوا يعملوا حاجه اسمها ميزوثيرابي، برضو بيزرعوا بيحقنوا شويه مواد معظمها فيتامين بتزود الصحه او الهيلث بتاع المنطقه اللي كارينج او اللي شايله البصيلات الشعر، وبالتالي تقلل معدل سقوط الشعر. فده نوع ثالث برضو من الحقن. فالحقن مش حاجه واحده، الحقن مجموعه من طيب لو اتكلمنا عن ايه هي المواد الامنه على المدى البعيد. طيب بالنسبه لمواد الحقن. اوكي. احنا قلنا الفات ده ما يعتبر، الفات اللي هو الدهن اللي بنقله من بني ادم نفسه ما يعتبرش ماده، وبالتالي ملوش اي اضرار خالص، كلام مفهوم يعني. انما بالنسبه للمواد الثانيه اللي احنا قلناها هي كلها مواد وقتيه، يعني سواء المواد اللي بنملى بيها زي الهايلورونيك اسيد ده ملوش اي اثار جانبيه على الاطلاق. ونفس الكلام المواد بتاعت الميزوثيرابي اللي هي الحقن الفيتامينات ده، دي كلها مواد طبيعيه ما فيهاش ادويه خالص، دي مواد كلها مستخرجات طبيعيه، وبالتالي ملهاش اضرار. وعشان هي ملهاش اضرار لا ده ولا ده ولا ده، اتشهرت كل الحاجات دي وخدت هذا الحجم في جراحه التجميل، لانها ملهاش مشاكل. يعني لو كان ليها مشاكل ما كانتش انتشرت ولا اتشهرت، فهم كلهم مالهمش مشاكل خالص. طيب دكتور، المهم القرار. دكتور طارق، خلينا نوصل لاخر سؤال ونقول ايه المناطق اللي ما ينفعش فيها حقن خالص. الثدي تكبيره مش بالحقن، الثدي تكبيره بعمليه تكبير، وتصغيره بعمليه تصغير. عشان احنا قلنا دلوقتي ان في حقن بتدوب الدهون، لا ما بنستعملهاش في الثدي، لا ولا بنحقن مواد تملى الثدي. احنا بنحقن في الثدي بنحط الجهاز معين
بملمس معين وبطريقه معينه عشان ده ما بيعملش مشاكل. اوكي. انما الحقن غير مستعمله ممكن تؤدي اضرار. دكتور طارق الحديث شيق جدا مع الله حضرتك، يخليك. بس في النهايه بنشكرك ونقول لك نورت معانا في النص الحالي. شكرا. مشاهدينا خليكم معانا وفي بقيه فقراتنا وتابعونا بعد الفاصل.